لازم تصدق. ماشي يا اختي يلا. هو حته بس رايحه دي. يلا قرار قبول او رفض الايه؟ قرار قبول او رفض الطلبيه. قبول او رفض الطلبيه ده بقى بتبقى المساله بس او الراجل التاجر دوت. بص يا جماعه، تاكدوا ان التاجر دايما ناصح، وان التاجر البياع دايما مش هيضحك عليه، وان هو ممكن ينزل لك في السعر عشان هو كده كده كسبان ومحقق التعادل، وبعد التعادل محقق ربح مستهدف، بعدها هيبدا ان هو يفاصل عادي جدا. يبقى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي دوت واحد جاي يطلب منك طلبيه بس بسعر غير العادي، بسعر غير اللي بتبيع بيه للزبون. ببيع القلم دوت ب 10 جنيه لكل الناس، بيكلفني 7 جنيه، يبقى الربح فيه كام؟ 3 جنيه. يبقى هو اذا بيبيع القلم ده ب 10 جنيه، الراجل عم احمد اللي تحت دوت بيبيعه ب 10 جنيه لاي مخلوق، وهو بيكلفه 7 جنيه، يبقى الراجل ده بيكسب في القلم ده كام؟ وراح بايع 10000 قلم، 10000 قلم في 3 جنيه، يعني الراجل قاعد وكسبان، حاطط رجل على رجل وكسبان 30000 جنيه. دفع يا عم 5000 جنيه التكاليف الثابته، بقى برضه كسبان في جيبه كام؟ يعني انت بتكلم واحد باشا، هو الراجل بايع 25 وبايع وكسبان كام؟ 25. وخلي بالك السنه خلصت واليوم خلص وهو كان مروح، وهو مروح انا بقى عارف الوقت اللي هو بيبقى باع فيه الاقلام وعنده الاقلام كده قاعده ما بتتباعش، اروح انا نازل مشغل دماغي عليه، اقول له بقول لك ايه، باقي عندك كام قلم؟ يقول لي عندي 4000 اخر حاجه يا دكتوره. باقي كام حاجه؟ باقي كام رقم؟ 4000. اقول له طب خلاص هو القلم بكام؟ يقول لي ب 10 جنيه. اقول له لا، ده ب 10 جنيه للناس كلها الا انا، لان انا هشتري كميه كبيره، انا هاخده منك ب 7 جنيه. يقول لي لا ده كده خسرانه معايا، لان هو صارف عليه كام؟ 7. انا هاخده ب 7 يبقى هو مش كسبان حاجه. لا يا عم خليهم عندك احسن. طب رحت عرضت عليه عرض تاني 6 جنيه، طبعا يخسر. لو عرضت عليه 8 جنيه هو كده كسبان فيا ايه؟ طب ما هو كسبان جنيه وكده كده كان مروح. لو باع ب 8 جنيه هيكلف 7 جنيه، هيبقى كسبان كام؟ باقي عنده كام واحده؟ هيقول لي ما ال 4000 واحده هو هيشغلها في دماغه، 4000 واحده، الواحده بجنيه، يعني هكسب في البيعه ديت اللي انا ما كنتش عامل حسابي عليها، هكسب في البيعه ديت 4000 جنيه، وبدل ما انا كنت مروح ب 25000 جنيه اروح مروح لي ب 29000 جنيه. يبيع ولا ما يبيعش ويقبل الطلبيه الجديده ولا ما يقبلش؟ يقبل الطلبيه. في ناس بتيجي تتناقش معايا في القرار دوت بس في ايام الرفاهيه قبل المراجعه النهائيه، انما انت دلوقتي بتاخد المعلومه واللي ربيع يقول عليه هو معتمد. بس في ايام كده بتبقى ايام الرحراحه، فواحد يقول لي لا على فكره انا ممكن ما ابيعلوش واستنى لما يجي حد يطلبها ب 10 جنيه. انا بتخيل ان اليوم خلص وان الموسم خلص ومحدش هيشتري ودول هيترموا، لا يبقى بدل ما يترموا اكسب في ال1 جنيه احسن ما اخسرهم كلهم على بعض. واصله؟ يبقى لو جالك طلبيه تعمل ايه في الطلبيه؟ تدربها الاول قبل ما توافق. هو الراجل ده وافق ليه يا جماعه؟ لما قلت له 7 جنيه وافق؟ هو وافق لما لقى ان الواحده كسبانه. الواحده طلعت كسبانه جنيه. خلاص؟ هقول له لا بس انا محتاج تغلفه تغليف خاص. التغليف الخاص دوت شغلانه، قال لي هيكلفوني 500 جنيه. هيفكر، انا عايزهم تغليف خاص، هيكلفوا كام؟ 500 جنيه. يقول طب انا كسبان في الراجل ده 4000 جنيه وهغلفهم له تغليف خاص، ده زبون رخم اللي هو انا يعني ب 3500 برضه كسبان. يعني لو باع لي الواحد ب 8 جنيه وحطهم لي في علب مخصوص ليا وصرف عليا 500 جنيه هبقى انا برضه كسبان. في مشكله في الكلمتين دول؟ يبقى القرار هنا هتقبله ولا مش هتقبله؟ هقبل القرار. وصلت يابا؟ هنشوف مساله بقى على اللي احنا قلناه ده. خلاص كده؟ القرار الثاني اقراه على مساح السبوره. يلا يابا. ايه يا احمد في ايه؟ دكتور انت قلت التكاليف الثابته كلها دي ما نحسبهاش صح؟ ده في قرار التصنيع. اوعى القرارات تلمس في بعض، القرارات الخمسه ما لهمش علاقه ببعض. القرارات الخمسه ما لهمش علاقه ببعض. يعني التكاليف الثابته في قرار الشراء والتصنيع العامه بتهمل، لكن هنا دي مساله ثانيه عاديه فيها تكاليف ثابته هناخدها عادي جدا. خلاص؟
اتفضل يا عم يوسف. لا يا جدع، هيجي قرارين، هيجي ثلاث قرارات او قرارين. خلاص؟ اول واحد ده اساسي جاي، والمزيج دول اساسي جاي، دول كده 2 اساسي. اول واحد اللي احنا فيه ده اللي فات ده اساسي جاي. على فكره كلهم سهلين بس لما يتذاكروا يعني. يلا. تقوم احدى الشركات بانتاج منتج معين وفيما يلي البيانات بتاعت المنتج الايه المتوقعه. كميه الانتاج والمبيعات، ببيع 20000 واحده، خلي بالك انا بحكي لك حكايه الراجل من قبل ما يخش عليه الزبون اللي هيفاصل. فحكايه الراجل دلوقتي ان هو بيحقق ايراد مبيعات 20000 واحده. ده كده اول حاجه عند الراجل، ايراد المبيعات. ايراد المبيعات 20000 واحده، والواحده بتكلفه تكاليف متغيره يا جماعه 7 جنيه، وبتكلفه تكاليف تسويقيه برضه يا جماعه 2 جنيه. الراجل كده بيكلف الواحده كام؟ 7 و2 20000 جنيه. 20000 واحده اسف في 9 جنيه، يبقى الراجل بيصرف على الشغل كام؟ 120000 جنيه. بس بيبيع الواحده ب 15 جنيه، بيكسب 6 جنيه. كده انت برنس. يبقى الراجل في الظروف العاديه بيكسب 6 جنيه. ال 20000 واحده الواحده بتتباع ب 15 جنيه. نعم يا فندم؟ 180 2 في 9 18. ده الفرق هو اللي 120. طرحتها في دماغي فكتبت اللي طرحته. 20000 واحده الواحده بتتباع ب 15 جنيه، يبقى الراجل لم فلوس كام؟ صرف عليهم كام؟ يبقى الراجل مطلع هامش ربح قبل اي شيء، هامش ربح 120. لو دفع له ايجار 50 هيتبقى له 70. تعالوا نشوف الايجار بكام؟ التكاليف الثابته. التكاليف الثابته الكليه للشركه ب 50000 جنيه، يبقى الراجل دفع 50000 جنيه تكاليف ثابته، يساوي صافي الربح. صافي الربح في النهايه كام؟ 70000 جنيه. يبقى الراجل حياته مستقره وقاعد في امان الله، وبيبيع وكسبان ومرضي ومروح بيته وهو معاه كام؟ وهو مروح راح دخل عليه زبون اخر الليل بيقفل، خلاص انا بشطب، راح جالي زبون كده وجاي بقى ايه يفاصل ومختار الوقت المناسب. دايما الناس اللي بتعرف تفاصل يا جماعه بيروحوا في اوقات معينه. يعني واحد بيفاصل ده مش هيروح في اول اليوم، لان الراجل في اول اليوم لسه مش دريان بالدنيا وصارف 180000 جنيه عايز يلمهم. فالراجل لسه عايز يحقق التعادل، وبعد التعادل عايز يبدا يعمل مكسب. فالراجل وهو لسه ما اشتغلش، فاذا انا مش هقدر اتكلم معاه. عشان كده الطلبيه دي بتتقبل في الاخر بعد ما الشغل يخلص. انا كده بتتكلم مع واحد في جيبه كام؟ كسبان كام؟ عادي جدا لما يسيب لك زي ما يسيب لك، اهم حاجه انه يطلع في الواحده كسبان. لو هو في الواحده خسران القرار بيترفض. في مشكله؟ يبقى انت اصلا هتعرفها من بدايه الاتفاق. اتفق معايا على الواحده بكذا وهتكلفني كذا، هطرحهم من بعض، طلع ربح اقبل، طلع خساره ما تقبلش. تعال نشوف الكلمتين دول نحلهم من غير ما نعمل اي حاجه. في وتقدم احد العملاء، جالي عميل لحد البيت. دي فيها غلطه احنا هنزودها من عندنا. لانخفاض السعر 5 جنيه، يعني السعر انخفض 5، فبدل ما هو ب 15 بقى بكام؟ ب 10. طلب من الشركه 10000 واحده، يبقى دول غلطتين مش موجودين عندك في الملزمه. هتزود ان السعر 10 جنيه وهتزود ان الطلبيه 10000 واحده. بيقول لي ايه يا ريس؟ هتيجي هتبقى تعدل دي يا طارق. بيقول لي في المساله الملازم فين؟ طب ما انت عارفه العدد من بدري. طيب دي القهوه بس انا ماشي بشيء بسرعه. ميرسي جدا يا فندم. بيقول لي الطاقه الانتاجيه بتاعت الشركه 30000 جنيه، دي مالهاش اي 30 لازمه. تاني، الطاقه الانتاجيه يا عبد الرحمن 30000 واحده، دي مالهاش لازمه. ليه بقى؟ هو انا بايع كام؟ وجالي طلبيه بكام؟ وانا طاقتي 30، يبقى انا هقدر. هل هيجي مساله ان انا مش قادر؟ مش هتيجي. طب وان جات لك هيقول لك الطاقه 25، هناخد الخمسه بس.
جالي زبون بقى عايز 10، اقول له انا ما اقدرش ابيع غير 5 فهبيع له ال5. واصله؟ طيب نرجع تاني. جالي واحد عايز الطلبيه، بيقول لي الطلبيه سعر البيع ب 10 جنيه. عايز كام واحده؟ عايز 10000 واحده. طب حلو الكلام، يبقى دي اولنا سعر البيع. قبل ما تضرب وقبل ما تعمل اي حاجه شوف الواحده جايبه همها ولا مش جايبه همها. ركز كده، جايبه جنيه عشان بتكلفها كام؟ 9. وكمان الراجل بيقول لك ايه؟ قلت له ده انا بغلفها بجنيه. قال لي يا عم ما تغلفهاش، هو انا هفاصل يعني وعشمانك تحط لي حاجه في كيس؟ اللي فاصل ده يا باشا لو فاصل في جاكيت والراجل ما صدقت ساب لك 100 جنيه انت هتلبسه عند الراجل، انت مش هتقول له هات شنطه، ما انت اصلا مفاصل فمالكش عين انك تقول له هات لي شنطه. خلاص فتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتروح واخد الحاجه زي ما هي. فراح قال لي التسويق بكام؟ ب 2 جنيه. 8 ونص بقى. توفرت نص. مش التكلفه كلها يا جماعه 9 جنيه؟ الراجل قلت له كده مفيش عموله. والعموله لو اتشالت فقال لي العموله بنص جنيه. يبقى بدل ما الواحده كانت ب 9 جنيه، هل الواحده الجديده لسه ب 9 جنيه ولا ب 8 جنيه ونص؟ هقراها لك عشان تعرف النص جنيه ده اتشال ليه. يرى المحاسب ان احنا لازم نقبل الطلبيه، خاصة ان الشركة لن تتحمل عمولة مبيعات وقدرها نص جنيه. يبقى كده مش انت كنت بتكلف المنتج 9 جنيه؟ لما طير منها نص جنيه يبقى بقيت بتكلف المنتج كام؟ ايه ده؟ طب ثواني شلت الخط كده، يعني 10 جنيه ناقص 8 جنيه ونص، يعني انا بكسب في المنتج كام؟ جنيه ونص. حلو الكلام ده. جالي زبون هكسب فيه جنيه ونص، هو انا في الطبيعي كنت بكسب ايه ده؟ 6 جنيه. معقول؟ 6 جنيه. احسبها. في الطبيعي كنت بكسب 6 جنيه، جالي واحد كده في اخر اليوم هبيع له بس هكسب فيه جنيه ونص، هتبيع ولا مش هتبيع؟ هبيع. خلاص في ايه يا يوسف؟ معايا يابا صاحبك. هتقبل القرار ده ولا مش هتقبله؟ مش الراجل جاي عايز الواحده ب 10 جنيه؟ هتصرف عليها كام؟ يبقى كده الواحده كسبانه كام؟ جنيه ونص في 10000 واحده. هبقى كسبان في الراجل ده كام؟ 15000 جنيه. لو طلب تكاليف ثابته خاصه بيه هو هطرح منها التكاليف الثابته الخاصه بالايه؟ بالطلبيه. ده لو في مفيش يبقى صافي الربح بتاع الطلبيه هيزودك كام؟ 15. ايه ده؟ يعني انت كنت كام؟ زود عليهم 15، حضرتك هتبقى كام؟ 85. انا عايش بكسب 70، لو وافقت وقبلت الطلبيه هكسب 85. يبقى في الحاله ديت هتقبل الطلبيه ولا هترفض الطلبيه؟ هقبل الطلبيه وهبيعها وعادي جدا. انا هبيع ال 10000 واحده، ما انا كنت هقفل ومروح. ايه يعني لما ابيع دول باقل من الثمن بتاعهم واروح جاي مطيرهم وبايعهم؟ خلص القرار. صح؟ عيد؟ ايوه. ماشي. بص يا ريس، مش انت قاعد في حالك وبتكسب 70000 جنيه؟ دخل عليك زبون، ركز بقى بيانات جديده اهي. قال لي انا عايز 10000 واحده، قلت له ماشي مفيش مشكله. قال لي انا عايز الواحده اشتريها ب 13 جنيه، قلت له لا مش هينفع، دي للغريب ب 15. قال لي لا بس الصراحه انا مش عايزك تغلفها ولا تسوقها خالص، انا عايزك تصنعها لي ب7. يبقى كده الراجل اتفق معاك على ان التكاليف كام؟ 7. وهيشتريها 13 ناقص ال7 يبقى انا هكسب في الراجل 6 جنيه. ربح ده ولا خساره؟ خلاص اقبل الطلبيه. قال لك عايز كام واحده؟ 10000 في 6 جنيه. لو وافقت على الطلبيه هتكسب كام؟ 60000. وصلت كده يابا؟ هتبقى توصل ل 60000 جنيه. نرجع للمساله، عايش حياتي وبكسب كام؟ 70. الواحده بتتباع وبتتكلف. جالي واحد عايزها بدل ما ب15 عايزها بكام؟ وبدل ما هي ب9 هصرف عليها كام؟ بدل ما كنت بكسب 6 هكسب كام؟ يا باشا طالما بتكسب خلاص اقبل القرار. ايه اللي فيها بقى؟ بكسب جنيه ونص يابا في 10000 واحده ب 15000 جنيه. هاجي اسالك هو الوضع القديم ايه؟ تقول لي 70. تقول لي طب الاضافه بس هتزودك ايه؟ تقول لي هتزودني 15. طب الحاله بتاعت الشركه بقت ايه؟ بعد الزياده بعد قبول الطلبيه بقت بكسب كام؟ سؤال بديهي كده يعني، لو كانت الطلبيه دي هتكلفني آلة خاصه هشتريها ب 20000 جنيه، يبقى الطلبيه هتطلع مكسب ولا هتطلع خساره 5000 جنيه؟ في الحاله ديت كنت هرفض الطلبيه، لكن انا دلوقتي عشان جايبه همها وكسبانه هقبل الطلبيه. انتهى قرار الطلبيه. ممكن يا دكتور
يجيب لي حاجه خسرانه؟ طبعا، ما انت من حقك تقبل او ترفض، هو لو كله كسبان يبقى اي مساله قرارات يا جماعه اقبل الطلبيه اللي تجيلك، لا ما هي تتقبل يا تترفض. تمام يا رجاله، فاهمين اللي بيتقال؟ خلص القرار. يبقى قرار الشراء والتصنيع انتهى، قبول ورفض الطلبيه انتهى. القرار اللي جاي ده انا بحبه، بس اشربوا قهوه. شوطي ان هو ده القاعه هتلاقيها سخنه مولعه، هتروح قايل شغل التكييف، انما كده الحياه لطيفه. على فكره يعني كل قرار ما بياخدش 10 دقايق. رجاله انتوا فاهمين؟ عشان القرارات اوعى تخش في بعضها. خدنا قرار نشتري ولا نصنع، فبنختار الاقل، والتكاليف الثابته العامه تهمل في شراء وتصنيع. خدنا قرار نقبل الطلبيه ولا نرفض الطلبيه، افتكرها بالفصال يا عم عبد الرحمن. افتكرها بالايه؟ بالفصال. عمري ما هفاصل واجادل الا وانا كسبان اصلا، يعني لما اوصل للرقم بتاعي وابقى كسبان والدنيا تمام معايا، ساعتها هبقى اسمح بالفصال. خلاص؟ يلا بينا. القرار اللي جاي سهل جدا. المصنع بتاع الاقلام اللي بيصنع القلم الاسود وبيصنع القلم الازرق وبيصنع القلم الاحمر بيصنع 3 اقلام. طبيعي كده تفتكر مين اكتر لون بيتباع؟ الاسود. الاحمر ده اقل استخدام في الغالب يعني. فلو بصيت يا حاج بتدوروا على فكه 200 بتعملوا ايه طيب؟ طب خلاص خليكم معايا، بس كلكم سالتوا بعض فقلت يمكن بتدوروا على حاجه. طب خليكم معايا. عامل نوش انت يا يوسف برضه. منديل، طب يعني في حاجه، في حوار داير، يعني انا مش بتاع جليله. شفنا في منديل. خد يا عم والنبي يا رجاله وصلوها لي. لا مؤاخذه عليكم. شفت بقى انا ريحتك ازاي؟ كنت جيت لي. ماشي. نعيد بقى السؤال يا عم حازم. بعد كده منديل. ماشي يابا. انزل يابا انت تحت مش ناقصه. فيابا عندي الشركه بتبيع كام منتج؟ بتبيع المنتج أ وبتحقق مكاسب، والمنتج ب اللون الازرق وبتحقق مكاسب. القلم ده ما بيتباعش منه كتير وحتى تصنيعه غالي. الخامات الحمراء لونها غالي مثلا، فالنوع ده بيخسرني ما بكسبش فيه. فصاحب الشركه زهق منه وضربت معاه انه يلغي الاحمر وهيقول احنا ما بنبيعش يا جماعه غير اسود وازرق، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه خلاص. فراح المدير المحاسب الاداري قال له طب استنى، هو انت كده مش هتصنع القلم الاحمر فانت ارتحت من تكاليفه المتغيره. يعني مش هشتري مواد خام صح؟ هل هروح اشتري مواد خام لون احمر تاني؟ يبقى كده مفيش مواد خام، والصنايعيه اللي كانوا بيصنعوا القلم ده همشيهم، يبقى مفيش حتى اجور ولا في تكاليف صناعيه غير مباشره ولا في خدمات. بس ما تنساش ان المكان ده كان في تكاليف ثابته خاصه بيه هو، همشيها برضه هي كمان. كنا جايبين مكنه مخصوص، آلة مخصوص عشان تصنع القلم ده، فكان ليها تكاليف ثابته. يا عم همشي الآلة وهمشي القلم وهمشي كل حاجه ايه تخصه. هقول له طب استنى بقى، القلم ده كان بيدفع معانا في الايجار، كان بيتصنع في الحته دي والحته دي ايجارها 5000 جنيه. بتصنع القلم ما بتصنعش القلم انت هتدفع 5000 جنيه. ساعتها في الحاله دي مين اللي هيتدخل ويروح يدفع الايجار؟ النوعين اللي هيتبقوا. فهناخد القرار ازاي؟ بص يا سيدي، مش وهو معانا بنخسر؟ هنجرب نمشيه. لو بقينا بنكسب وقادرين ندفع ايجارنا وايجاره، ساعتها هناخد القرار ان احنا تم استبعاده. لكن لو حذفناه وخدنا الارباح بتاعت الاثنين دول، دفعنا منها الايجار وطلع رقم اقل من بتاع زمان، يبقى في الحاله ديت هقول له احنا اسفين يا ريس، ارجع واقعد معانا، وحتى لو بتخسر يلا مش مشكله، اهو بيدفع لنا الايجار. واصله ولا مش واصله؟ في مشكله في الكلمتين دول؟ خلصت القرار، هنبدا نطبق عليه. فرحنا جبنا ادي شركه بتنتج 3 منتجات،
منتج اسمه أ، منتج اسمه ب، منتج اسمه ج. بتنتج قلم اسود، بتنتج قلم ازرق، بتنتج قلم احمر. وده بيحقق لها ايراد من المبيعات 50,000 جنيه، وده بيحقق لها 100,000 جنيه، وده بيحقق لها 150,000 جنيه. ولكن التكاليف المتغيرة بتاعت ده ب 30,000 جنيه، بيدفع الإيجار 5000 اللي هو 15,000 جنيه بالتساوي. دي اسمها تكاليف ثابتة. فكل واحد فينا بيدفع 5000 جنيه الإيجار. بيدفع 5000 جنيه الإيجار، بيدفع 5000 جنيه الإيجار. ده كل واحد فينا. دي المسألة لسه بيانات المسألة أهي معايا. ال 100,000 جنيه التكاليف المتغيرة بدفع لها تكاليف 100,000 جنيه إيراد مبيعات ب، بصرف عليها 80,000 جنيه. بالنسبة بقى للمنتج ج، المنتج ج بيتباع ب 140,000 جنيه. أخليها بقى ب 145 أهو. ماشي يا عمي؟ بكام المنتج؟ ب 150، 145 بصرف عليه 5 يعني طلع خسران. ادي الثلاث منتجات اهو. وراح قال لي في القرار الشركه تفكر في التخلي عن المنتج ج. عايزه تعمل ايه في المنتج ج؟ ماله؟ بيسبب لي خساره، فعايزه تمشيه، فعايزه تستبعده. ما بتكسبش منه ولا بتخسر منه، بتكسب فيه 5 جنيه وال 5000 جنيه، وال 5000 جنيه بيدفعوا على الايجار. تعال نشوف كده ايه الوضع بتاع الشركه. اول حاجه القرار، هعمل قائمه الدخل لو كانوا 3 منتجات، وهعمل قائمه الدخل لو كانوا منتجين. هروح واشوف ايراد المبيعات بتاع الثلاثه بتحققوا لي كام؟ 50 100 150 50 100 150. هطرح منهم التكاليف المتغيرة 30 80 145 30 80 145. خليها بقى 147. انا هطلعه كمان بيخسر 147. تعال نروح ونطلع هامش المساهمة بتاع كل واحد. بتكسب كام في أ؟ بتكسب كام في ب؟ بتكسب كام في ج؟ بكسب 3. لا بكسب 3. هتدفع الإيجار كام؟ 15 على 3. 5 بالتساوي. يبقى أنت هتدفع إيجار 5 هيتبقى معاك 15، وأنت هتدفع إيجار 5 هيتبقى معاك 15، وأنت هتدفع إيجار 5 هتطلع بتخسر 2000. بتكسب 15 بتكسب 15. الثلاث منتجات عاملين كام الثلاث منتجات؟ بتكسب 15 وكمان 15 يبقوا 30، والواد الثالث بيخسرك 2000 يبقوا كام؟ 28. في مشكلة؟ فقلت بقى ايه؟ انا ده انت بتخسرني بلاش منه، وهعيش من غيره، وهجيب ايراد المبيعات بتاع أ ب50 وبتاع ب ب100. مش هعيد العيدة تاني بقى. أ كان بيكسب كام لوحده؟ ب بيكسب كام لوحده؟ ده 15 وده 15 صح؟ 5 فئة عشان نص كل واحد. لا ثواني بقى، ثواني. هقول لحضرتك حاجة. في منتج اسمه ج. بص ديت كان بيجيب لي ايراد 150 مش هيجيب. كان بيصرف عليه 147 مش هنصرف. خلاص؟ بس لازم ادفع. طب ثواني عليا بقى. أ زائد ب الاتنين بيكسبوك كام؟ 30. بس هتروح تدفع ايجار مين؟ التالت صح كده؟ فاقول لهم مش انتوا فرحانين وانتوا لوحدكم؟ وده كان بيدفع الايجار لنفسه وده خلاص مشي.
ولا في مواد ولا في خامات ولا في اجور ولا في اي حاجه، بس كان بيدفع ايجاره كام؟ فهيقولوا احنا نشيل طالما مشيناه. طب شيل يا حبيبي انت وهو، ناقص التكاليف الثابته للمنتج الثالث اسمها تكاليف لا يمكن تجنبها ولا يمكن تحاشيها، يعني ان انا استبعدها، ما ينفعش اسيبها، لازم ادفعها. فهدفع كام علشانه؟ يعني يا عيني ال30 لما تشيل منها 5 هيتبقى كام لو احنا الاتنين لوحدنا؟ طب ولما كان معانا؟ لا يا عم ارجع وخسرنا، احنا اسفين، خليك بتخسر بس يلا اهو خساره قليله احسن من خساره كبيره. فيبقى نرجع نكسب 28,000 جنيه. في اي مشكله في الكلمتين دول؟ ها صعبه؟ بس خلصت. ودي بتحصل في اي شغل، تلاقيه بيشتغل في صنف ثالث. ايه يا عم بتاعت ايه دي؟ مش مشكله. زي القاعه الصغيره دي، ممكن يجي واحد دلوقتي معاه عيلين ويروح قاعد 3-4 ساعات يقعد يشرح لهم، شغل القاعه وتكييف وليله وقصه، وراح دافع 50 جنيه. اضحك في وشه، بس جدا يا فندم، باجي العيل تعالى يا ابني اقبض، خد ال 50 جنيه. يبقى انا كده مش خسران حاجه، خدنا الفلوس حطيناها في حته ثانيه. يبقى هنا نفس الكلام، مش انت بتكسب من الله لما كان موجود، مش كان بيكسبك 3؟ يا عم خد هدفع بيها ايجار، بدل ما تمشيه خالص هتشيل ال5 لوحدك. هو دلوقتي بيجيب لك 3، فال3 بتغطي من ال5 شويه وبيتبقى 2000. تشيل ال2000 لوحدك ولا تشيل ال5؟ لا يا عم خليك واشيل ال2000. خلص القرار. فهمتوا؟ اللي بعده وزع يا معلم الملازم. يا لهوي يابا. هات يا حسين نفسك كده حسن. بس عايز 12 تاخد 10 بس. تصرف اي لا هو في قرار انا اعتبرته سادس، بس هو مش سادس. هو مش سادس، هو ده عامل زي القبول الطلبيه. يبقى كده لو تركز اي منتج بيكون ليه ايراد مبيعات، بشيل منه تكاليف متغيره، بشيل منه تكاليف ثابته خاصه بيه، بشيل منه تكاليف ثابته عامه. لو انا هستبعده يا رجاله، لو انا هستبعده بطير الايراد، ما هو مش هيتباع خلاص، وبطير تكاليفه المتغيره، ما انا مش هصرف عليه، وبالتالي ما بقتش بكسبهاش، فما فيش هواش، وهطير الاله الخاصه اللي كنت جايبها له. طب والثابته العامه هيحملها مين؟ هيطرح من الباقي. خلاص ده القرار بتاع الايه؟ استبعاد او اغلاق فرع او البقاء عليه. انتوا نسيتوا قرارات هنا مش يا فندم، في قرار اسمه الطاقه الانتاجيه، زياده الطاقه الانتاجيه، هو بتاع قبول او رفض طلبيه. مش انت ممكن يجي لك عميل يعرض يطلب منك طلبيه جديده
فتشوف لو الطلبيه كسبانه جنيه ونص هتقبلها، فده يعتبر قرار ليه مسمى تاني. هو 2 في 1 برنسبل كده. هو القرار يعني. بس بدل ما بيجي عرض بيجي اضافه طلبيه، ما هي اضافه طلبيه يعني زبون هيطلب طلبيه جديده، الطلبيه الجديده بتبقى بشروط جديده. دي حبايه هتروح، اقسم بالله الحاجات دي بتطلع، الواحد بيبقى نايم سليم يلاقي طلع له حبايه عادي جدا، تلاقي بس عندك مشوار مهم بكره. يلا انا مني لله انا مركز، انا لازم اركز في الشغل. يا فندم ما توريها خدك، ما اكيد كبر مثلا في المحاضره ولا صغر. يلا طيب انا هسكت خالص. مين اللي جاي؟ خط معفن كمان. استبعاد. امال انا كنت يا مينا حرام عليك يا مينا. المزيج الامثل باقي قرارين. هنقول باقي قرارين انا بعتبرهم هم يعتبروا هم بقى ايه؟ اهم قرارين بيجي منهم واحد فيهم تشغيل دماغ شويه، بقى فيهم فكر شويه. خلاص؟ فركز كده وصلي على النبي الاول. سعادتك عندك مصنع بيصنع شنط جلد مثلا او منتجات كلها بالجلد. خلاص؟ ففي شنطه جلد الراجل بيصنعها بيكسب فيها 50 جنيه. وفي شنطه لما بيصنعها بيكسب فيها 40 جنيه. وفي شنطه لما بيصنعها بيكسب فيها 200 جنيه. والنهارده رايح يفتح المحل اول يوم وهيقضي ال8 ساعات بتوعه. اول ما يبدا يسمي كده ويشتغل، هيشتغل في اللي بيكسبه 40 جنيه ويسيبه 200 جنيه ويلاقي الليله يقول انا هقفل واروح، ولا يبدا باللي بتكسبه كتير؟ بالعقل كده اهو. يبقى قرار المزيج الامثل هيبدا باللي بيكسبه كتير. طب عايزين نرتب ال3 شنط دول، يلا 40 50 200 ولا 200 50 40؟ ليه حطيتهم 200 الاول؟ عشان بتكسب كتير. لحد هنا كده في مشكله؟ ده اسمه تشكيل للمزيج الامثل، الافضل الاحسن اللي يزود عائد اكتر. خلاص؟ بس في تركايه جايه في الموضوع. الفكره بتاعت الراجل هنا ان واحد ممكن يسالنا طبعا، بس واحد اكيد مش معانا، يقول لنا طب ما يصنع كل حاجه يا عم، هو وراه ايه؟ اقول لك ايوه، هو ليه عدد ساعات معينه والآلة اللي هو جايبها دي بتشتغل بالساعه. فطالما الآلة بتشتغل بالساعه يبقى هبدا بالساعه اللي تكسب اكتر. خلاص؟ انا هقعد في دي ساعتين هكسب 400 جنيه، هقعد في دي ساعتين هكسب 20 جنيه. يبقى هنا هضيع ساعتين وهنا هضيع ساعتين. لو قدامي 3 ساعات، حد يقسم لي ال3 ساعات؟ عندي منتج هيكسبني 200 جنيه، هقعد فيه ساعتين. عندي منتج هيكسبني 10 جنيه، هقعد فيه 3 ساعات. بس انا الطاقة بتاعتي هي 4 ساعات. حد يقسمهم لي؟ ساعتين كاملين ومن دول ولا اقعد 3 ساعات في ده وساعات ده؟ ما هو ده مش يعني مطلوب مني على قد الساعتين بس. افك واصنعه من اول وجديد؟ فهصنع على قد الساعتين بس. خلاص؟ لا، ما هو دي الطلبيه اللي ربنا رزق بيها بقى. يبقى دي الطلبيه اللي جت. رحت صنعتها. كان ممكن اعمل العكس، عشان انا قدامي 4 ساعات شغل، كان ممكن واحد غيرك يبدا 3 ساعات هنا كسب 30 كسب 10 جنيه، وقعد ساعه هنا كسب 200 جنيه. غيرك عمل العكس. خلاص؟ شركة تنتج 3 منتجات بس يا بوفون، بس يا مينا، بس يا طارق حامد، بس. شركة تنتج 3 منتجات، منتج أ، منتج ب، منتج ج. المنتج أ بيحقق إيراد مبيعات 100,000 جنيه، ب بيحقق إيراد مبيعات 150,000 جنيه. يابا بس بيحقق إيراد مبيعات 150,000 جنيه، وده بيحقق إيراد مبيعات 200,000 جنيه. طبعا عينك راحت على الإيرادات اللي هتدخل لك من الشغلانة يا عم بوفون، مش في صفحة حاجة، أنا عايش مع نفسي. صح تسألوا على الصفحة، ما أنا مشغل ناس قالوا لي. ماشي؟ شغل عفاريت ده. احترس بقى. إيراد المبيعات يابا بكسب 100، بكسب 150، بكسب 200. يبقى كده هنا القرار مش هبدأ بجملتين، لأن أنت لسه ما سألتش أنت هتصرف عليه كام. يبقى أنت هتلم 100 و150 و200،
ناقص التكاليف المتغيرة دوت بيتصرف عليه 50,000 جنيه، يبقى بيكسب قصادهم 50,000 جنيه. خلاص؟ ممكن المسألة ما تجيش بالإجمالي، تيجي بالوحدات عادي جدا، يبقى أسهل. لو جت بالوحدات يبقى هيقول لك ده بيتباع ب 70 جنيه، ده بيتباع ب 100 جنيه، ده بيتباع ب 200 جنيه. مش معناه إن كده بكسب أكتر. ممكن أبو 70 يكون بيكلفني 30 فالمكسب كام؟ ممكن أبو 100 ده يكون بيكلفني 70 فالمكسب كام؟ لحد دلوقتي ألف أحسن من ب. ألف بيكسب كام؟ 40 جنيه، ب بيكسب كام؟ 30. طيب تعال نروح للمنتج ج، لقيت إن المنتج ج بيتكلف 150 وبيكسب كام؟ إذا جالهم الأفضل. ده الأفضل صح؟ يبقى حتى الآن مين الأفضل؟ ج. بس ج بيكسب 50 جنيه، بس ما سألتنيش 50 جنيه في الساعة ولا في الساعتين ولا في الثلاثة. طلع ج بيكسب 50 جنيه بس بعد 5 ساعات. يبقى هنا هيديني عدد ساعات الإنتاج. اكتشفت إن المنتج ده بيتصنع في ساعة واحدة، وإن ده بيتصنع في ساعتين، وإن ده بيتصنع في 5 ساعات، وده بيتصنع في ساعتين، وده بيتصنع في ساعة واحدة. يبقى في الحالة ديت أنا مش بحكم على القرار من سعر البيع، ولا بحكم على القرار من هامش ربح الوحدة. أنا بحكم على القرار من هامش ربح الساعة. لأن أنا هنا هقعد ساعة وهنا هقعد ساعة. أقعد ساعة هنا وأكسب كتير، ولا أقعد الساعة هنا وأكسب قليل وألاقي اليوم بتاعي خلص. يبقى ده الشغل ده بيعملوه كل الناس الصنايعية، كل الناس اللي في إيديهم صنعة وفي إيديهم حرفة. الراجل الترزي مثلا بيروح النهارده فيلاقي عنده 10 حاجات هيتعملوا، فبيلاقي الزبون ده لو خلص له شغله هيديله 200 جنيه، والزبون ده لو خلص له شغله بيدي البنطلون هديله 20 جنيه، ممكن يبقوا 15. يبقى في الحاله ديت يبدا بابو 200 جنيه ولا يبدا بابو 15 جنيه؟ يبدا بابو 200 ويقضي فيه اليوم. اليوم خلص وقدر يعمل اهلا وسهلا تعالي 15. ما قدرش هيرجع للراجل البنطلون، خد يا باشا انا مش هبني بناطيل، ويروح مرجع له الايه؟ الشغل. يبقى لما الشغل يرجع يعرف ان كان في ايده حاجه اهم. نفس الكلام الراجل الصنايعي جات له شغلانه بمكسب كتير وشغلانه بمكسب قليل، وهو اليوم ما فيهوش غير ال8 ساعات. يبدا بامه مكسب كبير، ولو عنده وقت يعمل قليل، ما عندوش وقت يبقى خلاص على كده. معايا؟ يا منتج ألف بتكسب كام عامة؟ 40 جنيه في الساعة. يبقى في الساعة الواحدة مكسبك كام؟ 40 جنيه في الساعة. وأنت يا أبو 30 جنيه في ساعتين 15 جنيه في الساعة. وأنت يا أبو 50 جنيه كنت مفكرك الأفضل، طلعت في ال5 ساعات بتكسب 50 جنيه، يبقى 10 جنيه في الساعة. يبقى ايه؟ يبقى لما يجي يقول لك عايز التشكيل الامثل للانتاج، وراح قال لي تحتاج الشركه الى انتاج 4000 وحده من المنتج الف، و 5000 وحده من المنتج ب، و 20,000 وحده من المنتج ج. جالي زبون عايز مني 20,000 وحدة. 20,000 وحدة من المنتج ايه؟ والواحدة بتاخد مني 5 ساعات، يعني عشان اشتغل في الشغلانة ديت 20,000 وحدة في 5 ساعات ب 100,000 ساعة، يعني هتضيع عمرك كله وانت بتكسب 10 جنيه في الساعة. لا انا ضيع عمري مع الراجل ده ب 40 جنيه في الساعة. يبقى لما ابدأ بالراجل ده. وإذا المنتج ج، واكتشفت إن الطاقة الإنتاجية للعمل هي 20,000 ساعة. أنا آخر يوم هشتغل مش هشتغل غير 20,000 ساعة. هسألك سؤال أولاني، عايز التشكيلة الأمثل للإنتاج. يلا تشكيل أمثل للإنتاج. يلا رتب، هتبدأ بمين؟ هي مترتبة سبحان الله صدفة يعني، ألف ب ج. خلاص؟ ألف وب وج. طيب هقول لك واحدة عليا. محتاج كم واحدة من ألف؟ 4,000 وحدة. الواحدة بتاخد كم ساعة؟ ساعة واقلب، ساعة واللي بعده، ساعة واللي بعده، يبقى ال 4,000 وحدة الواحدة بتاخد ساعة، يبقى أنا هنتجهم في كام ألف ساعة؟
ادي اول 4000 ساعه. فاكر اليوم كان فيه كام ساعه؟ طيرت منهم 4 لسه باقي 16. اضيع الوقت مع جيم ولا اضيع الوقت مع ب؟ اضيع الوقت مع ب. الواحده بتتصنع يابا في 3 ساعات وهلم حالي بدري بدري. ولو عندي وقت اصنع ام 10 جنيه، ما عنديش وقت يابا شطبنا وخد شغلك، مش عايز تجيبه ما تجيبوش، لان انا اصلا كده كده كسبان. يبقى اذا المنتج ب محتاج منه كام واحده؟ بص في المنتج اللي انت الاولاني والثاني بجيب اللي المساله تقول عليه، لكن في المنتج الثالث هتنتج اللي المساله تقول عليه ولا على قد الطاقه الباقيه؟ اروح واشوف الطاقه الباقيه بتاعتي كام. لو الطاقه الباقيه بتاعتي تقدر تنتج 1000 واحده هنتج 1000 واحده، تقدر تنتج ال10 هنتج. هنشوف. تعال نجيب عايز كام واحدة من المنتج ب؟ عايز 5000 واحدة. الواحدة بتاخد كام ساعة؟ الواحدة بتاخد ساعتين، يبقى كلهم كام 1000 ساعة؟ 10000 ساعة. تعالى يا عم جيم، مش هقدر انتجك الا لما اشوف انا عندي طاقه قد ايه. فرحت بصيت على الطاقه، لقيت الطاقه اللي انا اقدر عليها الطاقه القصوى كم يا سيدي؟ 20. طيب هتنتج للمنتج جيم اللي هو عايزه ولا بالباقي اللي عندك؟ طيب بص كده يا سيدي، 4 و10 يبقوا من ال20 يبقى اللي باقي 6000 ساعة. هو المنتج جيم بياخد كام ساعة؟ 5 ساعات. 6000 ساعة هقضيهم معاك يا جيم، والجيم الواحدة ب5 ساعات. ب5 ساعات 6000 ساعة على ال5 ساعات يبقى آخرك يا عم جيم كام واحدة؟ 1200 واحدة. بص الراجل داخل بقلب جامد بيقول انا عايز انتج كام واحده؟ 20000 واحده. 20000 واحده يا عم صل على النبي، هم 1500 والباقي هروح ادله بقى على واحد صاحبي انا ما بحبوش، اقول له روح للراجل ده شغله نضيف عشان يتلهي بقى هو في الشغلانه وهو ياخد الشغل ويقعد بقى يصنع ويتلخم مع الراجل ويفضل هو مسؤول في الايه؟ في الواحده اللي بتكسبه 10 جنيه، وانا لما يفضل يجي لي زباين اشوف الشغلانه بتكسبني كام؟ اقبلها، بتكسبني كتير هاخدها، بتكسبني قليل اوصف لهم الراجل اللي ايه؟ الواد صاحبي اللي جنبي دوت يروح ايه؟ ابعت الشغل عنده، بقى هو مشغول وبقيت انا فاضي، استقبل انا الزباين. لازم دي تبقى سن. خلاص؟ بس التاجر مش انا بفهمك. خلصت المسألة. صعبة؟ هتبيع يلا الأرقام بقى. هتنتج كام واحدة ألف؟ هتنتج كام واحدة ب؟ هتنتج كام واحدة ج؟ ها 10؟ 20 هي يا يما 20000 واحدة؟ لا 20000 واحدة ايه؟ آخر ايه؟ 1200 واحدة. سؤال زمان هو أنت كنت بتكسب في ألف حاجة؟ 40 جنيه. هتكسب كام لما تصنع ألف؟ 160000 جنيه. بتكسب في جيم كام؟ هتكسب كام لما تصنعها؟ 150000 جنيه. لا بقى في الوحدة كاملة. ما هي دي الوحدة. ده ربح الوحدة في عدد الوحدات. لا 50 جنيه في 1200 وحدة. هكسب في الراجل ده 60000 جنيه. انتهت المسألة. ده الرقم الكبير اللي احنا عايزينه 310 370000 جنيه. عارف لو كنت صنعت 20000 واحدة؟ الواحدة بتكسب 50 جنيه، ما كنتش اصلا هقدر صح؟ ما كنتش هقدر. ما اخر 20000 اصلا، اخر 4000. خلاص عمري ما هصنعها. 4000 واحدة في 50 جنيه 200000. لو كنت بدأت بالمنتج ده كنت هتلم 200000. بص لما قسمتها تكسب 370. دماغك شغاله تكسب 370. دماغك تعبانه ورايح تفتح الشغل وتشتغل وعمال تقعد ايه؟ تلعن في الحياه كده، هتقعد تلاقي نفسك بتتلهي في حاجات مالهاش لازمه. خلاص ما انت كئيب هتبقى فايق الحاجه. بس انتهى القرار. صور يا فندم. هقول لك بس اسال سؤال يا حاج محمد. ممكن ايه يا فندم؟ جيم جت ازاي؟ ماشي. الراجل بيقول لي انا عايز 15000 واحده من جيم.
هي الواحده من ج بتاخد كام ساعه؟ 15000 واحده ب 75000 ساعه. ده له في عينه كده. هو اصلا انا اخر كام ساعه؟ يعني انا يوم ما اصنع ج هقعد اصنع طول عمري ومش هقدر وهقفل المحل وانا بكسب منه 10 جنيه. فانا عملت ايه يا ريس؟ لو تلاحظ يعني مش انا كنت بضرب واجيب عدد الساعات، اخر واحد عدد الساعات هو اللي بيجي. فبقسمه على معدل الساعه، فعرفت ان الواحده ان انا هصنع 1200 وحده. لان انا عايز اصنع من ج على قد الساعات اللي باقيه في اليوم. كانك شغال من اول اليوم وفاضل لك ساعتين وقدامك شغل قد الجبل كده، هتشتغل في الساعتين دول في الشغل قد الجبل ده، الساعتين خلصوا تقول له راجل خد حاجتك يابا، وهو مش عايز تحاسب ما تحاسبش، يلا خلاص في مشكله؟ ليه؟ بص ده هامش ربح الواحده، لكن ده هامش ربح الساعه. بكسب في الواحده 30 جنيه لكن في الساعه 15. ربح الواحده هامش المساهمه بتاع الواحده على سعر البيع. سؤال، بتكسب كام في المنتج ب؟ 30. طب ده اسمه ايه؟ هامش ربح الواحده. طب نسبته كام من ال100؟ 30 على ال100 تبقى 30%. خلاص؟ بس انتهى القرار ده، مش باقي غير قرار واحد بس. يلا القرار اللي جاي ده سهل بقى، بس اهدى كده عشان ايه تفصل عشان ما نخشش في بعض. خدنا قرار اسمه قرار الشراء او التصنيع. نشتري جاهز ولا نصنع؟ وده كان قرار سهل، كنا بنجر رجليك بس ايه الرصينه هي بتبدا واحده واحده. فده سهل بس ما بيجيش اصلا، ولو جه بيجي تافه. دخلنا على القرار اللي وراه. قرار الايه؟ قبل الطلبيه ولا رفض الطلبيه. القرار الثالث طير فرع، ادي 3 جمال ما فيهمش حاجه. الرابع ده اللي خلص كان متعب شويه بس ايه؟ يعني محتاج منك وقت. خلاص؟ الحبكه بتاعته في الاخر خالص. اول واحد هتدي له الكميه كامله، ثاني واحد هتدي له الكميه كامله، ثالث واحد تشوف اللي باقي من الوقت على عدد ساعاته يقول لك هتنتج منه كام واحده. خلاص؟ مشكله؟ طيب اللي جاي ده سهل جدا بقى. قبل ما نتكلم عنه خلينا نتكلم عن قائمة الدخل. أظن كلنا يعني خلاص حفظناها من كتر ما بتتكتب. بتبدأ بإيه قائمة الدخل؟ بتبدأ بإيراد المبيعات بطرح منه التكاليف المتغيرة. يدوني هامش المساهمة، بطرح منه التكاليف الثابتة العامة، واطرح منه التكاليف الثابتة الخاصة، أو إهلاك آلة. لأن أنا ممكن أشتري آلة ثمن الآلة يعتبر يا عمر أصل من ضمن الأصول، إنما إهلاكها هو اللي ضمن التكاليف الثابتة. يبقى إهلاك الآلة مكانه فين؟ إهلاك الآلة مكانه مع التكاليف الثابتة. في مشكلة في الكلمتين دول؟ تيجي بعد كده يدي لسعادتك حاجة اسمها صافي الربح. يديني صافي الربح. كل ما في الأمر إن إهلاك الآلة ممكن يديلك مسألة إيراد مبيعات تكاليف متغيرة تكاليف ثابتة عامة، واشترينا آلة ب100,000 جنيه معدل إهلاكها 10%. تمسك الآلة ب100,000 جنيه تضربها في 10% تطلع ب10,000 جنيه. مالها ال10,000 جنيه؟ مكسب ولا خسارة؟ خسارة. إيراد ولا تكاليف ثابتة؟ تكاليف ثابتة، تتحط مع التكاليف الثابتة. يبقى قسط الإهلاك مكانه مع الإيراد بيتجمع ولا مع التكاليف الثابتة بيطرح؟ إهلاك. أنت مش لما بتجيب آلة بتستعملها وبعد عمر معين بتبوظ؟ بس ركز كده، اشتريت آلة استعملتها 5 سنين
الآلة باظت، هروح وابيعها. لما رحت ابيعها كسبت فيها. لو انا كسبت فيها يبقى جالي ايراد. يبقى الايراد هيدخل في قائمة الدخل. ده لو في ايراد. ايراد الاستغناء عن الآلة. عندي آلة وبعتها. لما بعتها كسبت فيها. يبقى المكسب ده يزود الربح ولا ينقص الربح؟ يزود الربح. خلاص؟ في مشكلة؟ قبل ما نتكلم عن المسألة، هو قسط الإهلاك بيجي إزاي؟ قسط الإهلاك له طريقتين. يا إما يديني الأصل، يا إما يديني الأصل والخردة وعمره، أقول الأصل ناقص الخردة على عمره. أو قسط الإهلاك يجي إزاي؟ عبارة عن الأصل أمسكه وأضربه في النسبة. إمتى تعمل كده؟ لو قال لك قسط الإهلاك ثابت. إمتى تعمل كده؟ لو قال لي قسط الإهلاك متساوي. في مشكلة؟ أو يديني الأصل وعمره وما يدينيش معدل. لو اديتك معدل يبقى الأصل في المعدل، لو اديتك عمره يبقى الأصل على عمره. صعبة دي؟ يبقى الأصل على عمره ولا الأصل في النسبة. تمام كده؟ كل ما في الأمر إن أنا بشتغل بآلة ألماني أو صيني. خلاص؟ بشتغل بمكنة صيني. آلة بقطع بيها الخشب نوعها صيني. فالآلة دي بيدفع لها إهلاك. يبقى الإهلاك هيتحط مع مين؟ مع التكاليف الثابتة. فجيت في السنة الجديدة قلت أنا هبيع الآلة الصيني وهشتري بدلها آلة ألماني. يبقى الآلة الصيني موجودة ولا مش موجودة؟ راحت وراح معاها قسط الإهلاك بتاعها. يبقى في السنة الجديدة هكتب إهلاك الآلة القديمة ولا الآلة الجديدة؟ يبقى بص كده يابا، أنا جبت كان عندي مكنة موجودة، المكن ده نوعه صيني. رحنا بدلناه وجبنا مكن ألماني. ده الوضع الحالي. ده الوضع القديم. وأنا بعمل قائمة الدخل الحالية القديمة. هشيل إهلاك أنهي آلة؟ القديمة ولا الجديدة؟ القديمة، صح كده؟ طيب لما نيجي نستبدلها بآلة جديدة في الوضع الجديد، هشيل إهلاك القديمة ولا إهلاك الجديدة؟ يبقى في السنة الجديدة هتشيل إهلاك الآلة الجديدة، وفي السنة القديمة هتشيل إهلاك الآلة القديمة. صعب عليك دي والنبي؟ في أي مشكلة؟ في السنة ديت كنت شغال بالآلة القديمة، صح؟ فدفعت إهلاك الآلة القديمة. بس لما خلصت السنة بعتها، وأما بعتها كسبت فيها. يبقى في السنة الجديدة هتدفع إهلاك الآلة الجديدة وتزود ربح الآلة القديمة. اسمه ربح تفاضلي. اسمه ربح إيه يابا؟ هننط جوه مسألة دلوقتي كده نعيش جواها الإيه؟ الأرقام بتاعتها. المسألة دي في صفحة 7 القرار الأخير. 6 ماشي. مكتوب عليه القرار الخامس والسادس. ده مش قرار اصلا، ده هو بتاع الطلبيه. لا اشربها بس مش عايز. مش عايز يابا اشربها انت، انا عازمك عليها. يلا يا رجاله. ايه ده؟ ما شاء الله، في ميزان التسويق. اخر قرار اهو موجود في صفحه 6، وده قرار سهل جدا. يلا ايه اللي حصل في المساله ديت؟ تدرس إحدى الشركات الصناعية قرار الاحتفاظ. بص كده، ده الاحتفاظ بآلة موجودة عندي قديمة. هخليها بس هضيف لها هنا الإيه؟ الإهلاك بتاعها. أو الاستغناء، يبقى هلغي الإهلاك ده وهجيب آلة جديدة بإهلاك جديد. والقديمة هبيعها وهتجيب إيراد، والإيراد هيتحط على السنة اللي جاية. بس تعالى نقرا. إيه يا قلبي؟ بص يا ريس، بتصنع اساس
فعندك مكنه بتقطع الخشب. حلو الكلام؟ المكنه دي ب 810,000 جنيه. ده رقمها، احنا مالنا؟ احنا عايزين الاهلاك بس. اهلاكها 10%. يبقى الاهلاك ده 81,000 جنيه. ال 81,000 جنيه ده اهلاكك السنه دي. في مشكله معاك لحد هنا؟ يبقى تعالى نروح كده للاله. ادي الاله، يلا اقرا المساله. الحاج عمر عنده خط حالي. آلة اشتراها ب 810. يبقى الآلة عاملة كام؟ حلو، ب 810. عمرها 5 سنين، ماشي. يعني هيستهلكها 5 سنوات. تستهلك بالقسط الثابت ومديك المعدل 10%. ممكن يا حاج تحسب لنا قسط الإهلاك بتاع الآلة ده بكام؟ الآلة هتتضرب في مين؟ 810,000 جنيه في 10%. الآلة أم 810 بتغرمك كام كل سنة يا ريس؟ كل سنة بتدفع إيه؟ بص ال 81,000 جنيه أهي. قسط إهلاك عليك كل سنة. في مشكلة؟ في السنة الجديدة لو بعت الآلة وربنا ريحك منها، هتدفع إهلاك ولا خلاص مش هتدفع إهلاك؟ خلاص. تعالى ناخد معلومات عن الآلة. بيقول لي الآلة هستعملها كام سنة؟ قال لك 5. سؤال بقى، سؤال أهو خالص. تستعمل الآلة كام سنة؟ كل سنة بتنقص 81,000 جنيه. يبقى في ال5 سنين هتنقص 405,000 جنيه. خلاص؟ تاني، مش ده إهلاك السنة؟ لو عايز أجيب وجمع إهلاك ال5 سنوات، السنة ب 81,000 جنيه في 5 سنين، هيبقى الإهلاك بتاعها بكام؟ سؤال لسعادتك يا حاج، الآلة كانت بكام أصلا زمان؟ استهلكتها كلها ولا استهلكت ب 405؟ باقي فيها صحة؟ باقي فيها حاجة؟ باقي النص 405 زيهم. يبقى القيمة الباقية الصحة بتاعت الآلة، القيمة الدفترية، الآلة ناقص مجمع ال5 سنوات. الآلة كانت ب 810، شيل منهم 405، يبقى الباقي من عمرها برضه بكام؟ يعني الآلة وهي خردة وربابيكيا ومعروضة للبيع قيمتها تسوى 405، بس أنا ناصح عرفت أبيعها ب 495، كسبت 90,000 عشان 5 سنين، يبقى السنة ب 18. يبقى تاني، القيمة البيعية للآلة نقراها من أولها. يتكون الخط الحالي من آلة تم شرائها ب 810، زمان اشترى آلة ب 810 من 5 سنين. الكلام ده هيستهلكها كل سنة بالقسط الثابت بمعدل 10%. يعني 810 في 10% 81,000 جنيه في السنة، يعني في ال5 سنين ب 405. من قيمتها 810 ناقص 405، يبقى اللي باقي في صحتها 405 زيهم. تمكن من التخلص منها، وقيمة التخلص الحالية 495. الآلة وهي بعد الإهلاك عاملة 405، بعتها ب 495، يبقى كسبان فيها كام؟ يبقى القيمة البيعية ب 495 ناقص القيمة الدفترية ب 405، بس عمرها كام سنة؟ يبقى الدخل التفاضلي وربح البيع في السنة كام؟ 18,000 جنيه. مكسب هيدخل لك السنة دي ولا السنة الجاية؟ السنة الجاية. اشمعنى؟ عشان هكون بعتها ومعايا 18 أرباح هتدخل. الحمد لله على السلامة يا ربح الآلة القديمة. وهروح واكتب هنا، هيسألوني بتاعت ايه؟ هقول لهم زمان كان عندنا آلة مقرفة، كنا جايبينها ب 810 وكان إهلاكها ب 81 وجمع الإهلاك ب 405، اللي باقي منها ب 405. طيرتها ب 495، كسبت 90 على 5
ب 18 كل سنه. الإهلاك كان 81 خلاص بعناها وارتحنا منها. في مشكلة؟ مش هسكت بقى واروح مروح رحت جايب آلة جديدة. أنا بعت القديم هروح أجيب واحدة جديدة بس مش هبيعها. يبقى مش هعمل لها وجع قلب. هشوف الآلة الجديدة بكام وإهلاكها بكام أحطه مع الإهلاك الجديد. راح اشتري آلة بمليون 125 بس هيبيعها خردة ب 585 وعمرها 5 سنين. يبقى نحسب كوست الإهلاك بيساوي الآلة ناقص الخردة على عمرها. الآلة بمليون 125 هستهلكها ب 585 هبيعها ب 585 عمرها 5 سنين هيبقى الإهلاك ب 108,000 جنيه. ب 108. في السنة الجديدة هكتب الإهلاك 81 بتاع الآلة القديمة الله يرحمها ولا 108؟ في مشكلة؟ لو ما كنتش اشتريت آلة جديدة كنت هكتب حاجة هنا؟ لا. بيديني بيانات تانية. قبل البيانات التانية عملت ايه في الآلة القديمة؟ حسبت لها الإهلاك ضربته في 5 طرحته من عمرها جبت الباقي من عمرها رحت بايعه حقق ربح رحت قسمته على السنوات خدت الربح في السنة الجديدة. طب وإهلاك السنة القديمة اتحمل في قائمة الدخل السنة القديمة. في أي مشكلة؟ لسه مش جاية معاك يابا؟ تبلغ إيرادات المبيعات مليون 150 في كل الأحوال. يبقى بتحقق إيراد مبيعات بكام؟ بمليون 150. طب وبعد ما بعت الآلة بتحقق إيراد مبيعات بكام؟ بمليون 150. التكاليف المتغيرة في الوضع الحالي 900,000 جنيه. التكاليف المتغيرة في الوضع الجديد 875,000 جنيه. تبلغ التكاليف الثابتة النقدية في كل الأحوال في السنة القديمة كنت بتكسب 250,000 جنيه، تطرح منهم الثابتة العامة تطرح منهم الإهلاك يديني صافي الربح ب 124. طب في الوضع الجديد الإيرادات بمليون 150 تطرح 875 يديلك هامش المساهمة هيطلع ب 275. تطرح منهم الإهلاك تطرح منهم التكاليف الثابتة العامة والإهلاك الجديد يروح جاي مديلك كام يا ريس؟ وكسبان 18 في اللي اتباعت. تبيع الآلة وتكسب 16 فرق أحسن. 124 زمان بعد ما بعت الآلة بقيت بكسب 140.